السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. لا تزال فرق الدرك الوطني مدعومة بقوات الشرطة الجزائرية مشكورة تحاصر المجرم الشهير هشام الوهراني الذي تعدى على شاب مسكين بطريقة عنيفة من أجل إجباره أن يترك صديقته لكي يستولي هو عليها. وأبكت الحاجة والدة هشام عطية الجزائريين بعد تناقل تصريحات لها على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت فيها على حسرتها وأسفها وأساها على الحالة التي وصل إليها فلذة كبدها. وكشفت الحاجة أن أبنائها وبناتها كلهم نجحوا في حياتهم وأنهوا دراستهم كبقية أبناء الشعب، لكن ما حدث لابنها عجيب جدا، حيث كان تلميذا مجتهدا في السنوات الأولى للتعليم الابتدائي والمتوسط، ولكن بمجرد التحاقه بثانوية أصبح يدخن وأهمل دراسته وتعرف على أصدقاء السوء الذين أوصلوه لهذه المرحلة من الإدمان والتسكع والتعدي على الغير. واختتمت الحاجة تصريحها قائلة: وليدي غلط وخاصو ياكل العصا في الكوميسارية، باه يتربى ونتمنى يخرج إنسان جديد ويعود مواطن صالح بعد ما يقضي محكوميته في المؤسسة الإصلاحية.